السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني وحشتوني كتير كتير وحياة ربنا. لو لسه بتتفرج على الفيديو جديد، ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد. وحشتوني كتير والله. عارفة ان انا غايبة عنكم بقالي يومين، بس اعذروني والله. يعني العيال والكلام دوت، معلش احنا احنا اسفين يعني. تمام، يعني ما تزعلوش مني، واتمنى ان انتوا ما تزعلوش مني يعني. بس انا زعلانه منكم يعني، زعلانه خالص يعني وكده. بنزل الفيديو ما فيش تفاعل خالص على الفيديو، وبتعب فيه والله. يعني لو في اي تعديلات وكده قولولي، يعني قولولي في الكومنتات ارجوكم. شاركوني يعني كده، شاركوني في رأيي او شاركوني في اللي انا بعمله. انا بعمل كده استمر في كده ولا لا؟ و... وربنا يخليكم ليا يا رب، ويديمكم في حياتي دايما دايما يا رب. وبفكركم تاني، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ونبدأ الفيديو بتاعنا كده، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي كده يا جماعة من قلبكم. ونبدأ يومنا كده بالذكر على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان ناخد كده حسنات كلنا. تمام. ويا رب النهاردة ان شاء الله ان شاء الله بتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم، كل فيديوهاتي تعجبكم ان شاء الله. و... وبعدين يا جماعة احنا زي بعض يعني، وانا اختكم ام مروان يعني وكده، وانتوا اخواتي وعيلتي التانية. يديمكم في حياتي يا رب. إيه... إيه... قولولي الإضاءة حلوة ولا وحشة؟ لسه هجيب حاجات كده للتصوير، بس يعني لسه يعني واحدة واحدة هنبدأ ونمشي كده واحدة واحدة. وشجعوني بس، شجعوني عشان انا ببقى مكسلة اعمل فيديوهات، عشان انا بصراحة بتعب فيها والله، وعندي اطفال برضو صغيرة وكده. فشجعوني، لما تشجعوني يعني ههتم اكتر. ويمكن يعني اعمل اي حاجة ممكن تطلبوها مني بصراحة في الفيديوهات. بس عشان ارضيكوا وابقى عند حسن ظنكم. وان شاء الله اقدر اوفي واعمل اي حاجة تعجبكم ان شاء الله باذن الله يعني. النهاردة طبخت بسلة، وطبعا شوية رز كده حلوين، و... وفراخ محمرة، وشوية شوربة كده جنب الاكل. للاسف في اخر الاكل نسيت اعمل سلطة. فيا رب الاكل يعجبكم، وبتمنى من قلبي والله العظيم ان فيديوهاتي تعجبكم. اكتبولي في الكومنتات على افكار اعملها، لان انا لما باجي اصور الافكار بتضيع مني يعني بصراحة يعني. فاقترحوا عليا، شوفوا يعني عايزيني اعمل لكم ايه مثلا كده. وكل سنة وانتم طيبين، والمدارس على الابواب. وهعمل لكم بقى فينو الحاجات بتاعه المدارس واللانش بوكس والكلام ده كله. بحبكم في الله يا حبايبي، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله هبدأ معكم فيديوهات جديدة كده متنوعة بإذن الله. بس شجعوني ارجوكوا ارجوكوا، شجعوني. انتوا حبايبي والله، وعيلتي الغالية على قلبي بجد. ربنا يديمكم في حياتي يا رب يا حبايب قلبي، ويخليكم ليا يا رب. يعني انا نفسي نبقى مجموعة كده، او نبقى عيلة واحدة مع بعضينا. بتمنى من كل قلبي تشجعوني، وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم، ونشوف كده الدنيا. انا بعمل في الطاسة دي على طول يا بنات، عشان خاطر دي احلى طاسة عندي. بتحمر الفراخ او اي حاجة من غير ما تلزق فيها. هي اصلا كانت تيفال، بس كتر الاستعمال فيها
والغسيل يعني وكده. الحتة اللي في النص دي اتحشت منها الاتيفال اللي فيها يعني وكده. بس بصراحة ما اقدرش استغنى عنها، كبيرة وفي نفس الوقت بتحمر حلو وبتشيل كمية كبيرة يعني من الاكل او التحمير الفراخ والكلام ده. بس انا عندي طاسات تانية بس اللي هي مش بخليها للتحمير وكده، لا دي مخصصة للتحمير والحاجات اللي زي كده. وان شاء الله ان شاء الله نجدد مع بعضينا كل حاجة في المطبخ. انا بحب المطبخ وبحب اجدد فيه كل حاجة. يلا ايدكم معايا كده وشجعوني، وان شاء الله ننزل فيديوهات كده تشجيعية وحماس كده ونعمل روتينات في المطبخ ونجدد كده مع بعضينا كل حاجة. بتمنى من كل قلبي الفيديو يعجبكم.